نسبة تصويت، لا يعني أنهم يريدون الخروج من الجزائر، لأن أغلب إطارات الدولة الجزائرية في وزارات كلهم قبائل. شركة سوناتراك أغنى شركة في إفريقيا، مسؤوليها كلهم قبائل. الجوية الجزائرية هذوك القبائليين هم قبائليون باعوا إخوانهم القبائليين في سبيل المال، وأن الأحرار خلينا نهضر. وأن الأحرار القبائليين هم من يعيشون داخل القبائل في أوضاع مزرية. هذا دليل أستاذي العزيز على أن نظامك لا يشتري سوى الدماء. هذوك باعوا الاستقلال ديالهم. يا ودي الجزائرية القبائل يا أخي، القبائل هم اللي يتحكمون في الجزائر. اسمح لي شوف القبائل هذه كيف ما درتي التحدي نديرو تحدي. شنو بان لك انا نجيب لك المستعمر السابق ديالك وهو كيقول دولة القبائل، وانت جيب لي شي مستعمر انا كان عندي سبق له ان قال دولة الصحراء الغربية. لما نصبح نسمع كلام المستعمر، يعني كنا ما نخلوش المستعمر يخلص ويخرج. تسمعوا كلامه، ماشي انت النظام ديالك اللي كيقول الاراضي الموروثه عن المستعمر. نحن لسنا تحت الارض، نحن جميع اراضي سالت فيها دماء المجاهدين والشهداء فهي اراضي جزائريه. ليس دابا جاوبني، اليس نظامك من يقر على انه مع الاراضي الموروثه عن المستعمر، نعم ام لا؟ كل الدول تقر هذا المضمون، كل الدول. لأن إفريقيا اسمع أخي ما تبقاش تقول شي حاجة ما كايناش صاحبي. ما اسمع، لو نبدأ الآخر كل الدول الإفريقية سوف تتنازع لأنها دول استقلت. لا حبيبي ماشي لا ماشي كل الدول. المغرب لم يحارب فبقي صغيرا. لا حبيبي لا هاد الهضرة هادي سير قولها في القهوة. اما هنا في هذا اللايف هذا غادي نوريك دابا شكون اللي ما حاربش وشكون هما الشهداء ديالو الذين ذهبت دماؤهم سوداء. يلا تصنت لي، خلينا قبل ما نمشيو للشهداء والدم قول لي انت نظامك مع المستعمر ويذكر لفظ المستعمر حيث انه يقر بالاراضي الموروثه عن المستعمر. دابا انا سؤالي وتحدي لك، حنا كان عندنا مستعمر ثم لا تقرون بها انتم. ولماذا وما كانش صاحبي. اسمع يوسف بحال كتهرب من الاسئله ديالو، لان انت فاش تطرح التحدي حنا كنسمعوا. ما رايك؟ انا كان عندي مستعمر وانت كان عندك مستعمر. انا المستعمر اللي كان عندي ما عمره ما قال جمهوريه الصحراء الغربيه، ما عمره ما قال دوله الصحراء الغربيه. انت انا نجبد لك دابا من هو المستعمر اللي تكلم عنه انت؟ فرنسا ام اسبانيا؟ انا اسبانيا كانت مستعمراني اسبانيا. وانت انا نجبد لك ديغول وهو يتحدث عن دولة القبائل، يصفها بدولة القبائل، لا وكيقول دولة القبائل ودولة الجزائر أي يفصل بينهما. انت جبد لي دولة الصحراء الغربية، شنو بالك؟ لو كنا نعرف أن سوف نلحق لهذه الأيام لما قلنا لعميروش روح موت في باتنا، ولا قلنا الآخر صافي جميع الشهداء اللي ماتوا بلاد قبائل والقبائل اللي ماتوا في ولايات أخرين صافي تضحياتهم كلها ذهبت لأجل كلام. انا قول لي شنو كتعرف انت على الثوره ديال القبائل ضد المستعمر الفرنسي؟ شنو كتعرف عليها؟ لم توجد ثوره قبائل، وجد ثوره الجزائر اخي. ليش قلت لك دابا من جامعه جزائريه وهم يتحدثون عن ثوره القبائليين ضد المستعمر الفرنسي؟ شنو تقول؟ ثوره القبائل قلت لي والو. انا قريت الثوره الجزائريه وقريت تاريخ بلادي اللي يقراو عليه كاع حتى في امريكا ويقراو عليه. من اعظم الثورات في التاريخ الحديث اخي. ريح صاحبي ريح قال ثوره القبائل. ريح تصنت. القبائل دولة شئت أم أبيت، وأنت تستعمرها شئت أم أبيت، والمجتمع الدولي سوف يحكي. وخلينا نضرب مقصنا باش يعيشوا لما يستقلوا القبائل كيف سيعيشون؟ هل أنت مريض يا أخي؟ يا أستاذي لا تناقص. سيأتي يوم وسيعترفون بها شئت أم أبيت. دابا غنمشيو نحررتوها بالدم. انتم الجزائريين حررتم أرضكم بالدم يا حبيبي. لسنا نحن الذين عايشوا الثورة الجزائرية من قريب ومن بعيد. لا أنا بغيتك أنا أقول
نقولوا افتخر. يلا مزيد. قل لي المستعمر الفرنسي في أي سنة تم طرده من الجزائر؟ 1962. تقدر تقول لي قبل أن يطرد المستعمر ماذا وقعتم معه وما هو الإجراء الذي قمتم به في الجزائر؟ على ماذا تتكلم؟ على معاهدة إيفيان. وقبلها ماذا وقع؟ على وقف إطلاق النار. استفتاء على ماذا كان ينص ذلك الاستفتاء؟ على استقلال الجزائر. خطأ. على بقاء فرنسا أو ذهابها. خطأ بجوج مو خاطئين. على ماذا كان ينص؟ قل لي. انت جزائري ما عارفش الاستفتاء ديالك على ماذا كان ينص؟ قل لي تايا معليش، احنا ما نعرفوش كلش في هذه الدنيا، معليش قل لي. عرفوش كلش بيان سور. ملي ما تعرفش الاستقلال ديالك كيف جا ما تعرفش. انت وما تعرفش كلش. انا ما نعرفش كلش بيان سور. يلا تمام. هل تقبل ان تكون دولة الجزائر مستقلة متعاونة مع فرنسا وفق تصريحات اللي هي تعرف شكون هي؟ قول لي. مستقلة مشروطة بالتعاون مع فرنسا، ماذا يعني هذا؟ يا اخي احنا الاستقلال اديناه ونحن يوميا نطرد فرنسا. مشواك الإفريقية. أنا جاوبني على سؤالي. مستقلة متعاونة مع فرنسا، ماذا يعني هذا؟ هذه ما قريتهاش متعاونة مع فرنسا. هذه انت حبيبي قلب عليها وغتلقاها، ماشي مشكل دوزوها. ما قريتهاش. ماشي مشكل حبيبي، ما عنديش المشكل. طردتم فرنسا في 62 ياك حبيبي؟ قرينا طردناها في 62. ماشي. التجارب النووية استمرت إلى غاية سنة كام؟ التجارب النووية استمرت ما عنديش، ربما حتى 66 67 وقيلا. كيفاش انت طردتي فرنسا بالقوة وخليتيها كدير فيك مجازر في وسط الجزائر؟ لا استعملت تجارب نووية في مناطق خالية، والجزائر قارة ونحن كنا في استقلال حديث. حتى المغرب هاجمنا في 63 ولم نكن المغرب خايب. انت اللي قوي وانت اللي خرجتي فرنسا بالدم. كيفاش خرجتيها وخليتيها دير عندك هاد المجازر؟ تفضل. معليش انا نجاوبك. حتى البور تاع وهران وقعد لاسبانيا حتى ل 68. البور هو قرار كان منصوص عليه من اجل مصالح اقتصاديه للمستعمر. ندوزها لك. ما كاينش شي مستعمر كيخرج بين ليله وضحاها، لانك هذه راك جاوبت نفسك بنفسك. ما كاش مستعمر خرج بين ليله وضحاها. حينما نقول الاقتصاد مرتبط لا نتحدث عن جرائم إبادة. انت داروا فيك جرائم من بعد الاستقلال ديالك. فهمنا كيفاش انت داروا عندك تجارب نووية في وسط الجزائر بعد خروج المستعمر. هذه بغينا نفهموها. تفضل. خرجت جزئيا، يعني قلت لك فرنسا خرجت جزئيا. الجزائر حرت قاره، خرجت جزئيا وقعدت، والجزائر ما كانت عندها القوه اللازمه هذاك الوقت باش تردعها. عادي. لا فهمني. في الاول قلتي خرجناها بالدم، في الثاني خرجناها بالدم. والو حبيبي شوف، انا واخا تبكي ما غنرحمكش الا ما عادي يا ودي والله غير اسمع. عادي انا قلت لك نعرف بلادي ونعرف عنها. انا غير كنقول لك اسمع، انا واخا تبكي ما غنرحمكش، غير تبت معايا مزيان وحاول ما امكن تجاوب. ما خرجنا على الموضوع بزاف. نجاوب باختصار. لا ما خرجناش. تصنت. في الاول كتقول خرجناها بالدم، ومن بعد كتقول ما كانش عندنا القوه الكافيه. فهمني حبيبي، واش خرجتوها بالقوه ولا ما كانش عندكم القوه؟ خرجناها بالقوه وبالامكانيات اللي كانت عندنا، خاطرش ما يخفاش علينا احنا ما كانش عندنا امكانيات كبيره. كيفاش خرجتوها بالقوه في 62 وفي نفس الوقت ما عندكمش القوه باش تخرجوها حتى 66؟ دوكا تشوف. احنا وين حاربنا كان شغل كما نقولوا. وين الجزائر حاربت فرنسا،
حاربتها في الجزء وين كان اكتظاظ سكاني عادي، وهي وين مارست تلك التجارب النوويه كانت في الصحراء الجزائريه بعد 4 سنوات او الاخر. كلامك جميل. إذا في 1962 أخذت استقلالك في الأماكن المأهولة بالسكان، وفرنسا لم تخرج في سنة 1962 من المناطق الفارغة. يعني بقوا عندكم، يعني الجزائر لم تأخذ استقلالها الكامل في 1962 صحيح؟ لا خذاتو في 62 بصح ما كانش كاينه عندنا القوه باش نكملوه، بصح هما كان خرجوا وحدهم بالامم بمرسوم الامم المتحده عن الدوله الجزائر دوله مستقله وذات سياده. فرنسا كملت خرجت بشويه، خاطرش حنا نعرفوا بلي اليوم بشوية ماشي مشكل، ولكن بقات كتجرب فيك النووي. هذا اللي صعيب. واش فاهمني اش كنقصد لك؟ جربت النووي اخي في مناطق غير مأهوله بالسكان. أين هي السيادة ديال الجزائر 62؟ فين كانت السيادة؟ ما كناش نملكوا سياده، اليوم عندنا سياده. انا افتخر انني اعيش في وقت السياده. اما اليوم المغرب فلا يملك السياده، أنت تعترف وقلب السحر على الساحر. اليوم المغرب لا يملك السياده والجزائر تملك السياده. أنا ندوز لك المغرب، ولكن يوسف راه شدك، يوسف شدك، رجع النور. اعترفت أن واليوم نحن اولاد اليوم. دقيقة. نعم أمشي معك اليوم والمغرب. أنت اعترفت أمام الناس أن الجزائر بعد استقلالها لم يكن لها سيادة. يعني أنت أمام الناس أخذت استقلالك بدون سيادة. وانت لما استقلتم كنتم تملكون السياده وراء 56. أكيد طبعا. ولما كانت الطائرات الفرنسيه تطير من مراكش وتضرب المجاهدين الجزائريين. يوسف غادي معاه في داك الشيء، غادي معاه في داك الشيء اللي باغيك هو تمشي. رد بالك يا يوسف، اقسم بالله.